الخارجية المصرية عملت بيان رسمي ولع. قالت ايه؟ اتصلنا بالدول اللي قالوا احنا هناخد اهل غزة عندنا، قلنا لهم يا دول انتوا فعلا هتاخدوا اهل غزة عندكم؟ الدول قالت لمصر انا يا اختي يقطعني الهي موعى ربي شعبي ما حصل، ده انا ما اقبلهاش على عيالي، ازاي اهجر عيال الناس كده؟ يعني بالمفتشر يا نجم. مصر قالت لهم وهو ده المطلوب. اما نشوف اخرتها يا نتن. مصر مش بس قافله الباب في وش التهجير ورافضه، دي كمان ماشيه ورا بيبيه النتن، كل ما يفكر يهرب الناس في حته تنط له فيها، تقول له تعالى يا ولا الحم ولا تعالى اما ابوظ لك الخطه، فتيجي سيادتك بعد كده تسالني هي ليه الحمله دي كلها على السيسي شغاله 24 ساعه؟ طب وليه بقى السفارات كلها بقت بتتضرب بالهجوم؟ علشان مصر عامله زي العيل الشقي اللي كل ما النتن يحاول يلعب بالكوره يخش ياخد منه الكوره ويشوطها في الترعه، بعدها يعيط ويدبدب في الارض ويروح لامه ماما اميره. فهمتوا اللعبه؟ مش حريه ولا انسانيه، دي مصر واقفه سد، واللي مش عاجبه يشد في حواجبه، فطكوا بعافيه وشيروها له.